ومعانا واحد من المواهب العربية، أحد إفرازات أو أحد أولاد كي أوف ساكسز ومواهب العرب، ومعانا والده من دولة اليمن الشقيق. نتعرف بيهم، نتعرف بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. وأحمد محمد حسين اليمني. أهلا وسهلا بيك. والد أحمد، أنا محمد حسين المحضار اليمني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نتعرف بيك يا كابتن. احمد محمد حسين المحضار اليمني. انت احمد محمد حسين، وحضرتك محمد حسين. تمام. مواليد كام يا كابتن احمد؟ 2009. 2009. كلمنا عن مشاركتك في مواهب العرب، والمشاركه الاولى النهارده وضربه البدايه والنادي الاهلي واسم النادي الاهلي. طبعا دي حاجه كبيره ليا، ويعني اول مره تبقى فعاليات كده، وطبعا شرف كبير ليا. احساسك ايه بقى؟ فرحان ولا متوتر ولا زعلان ولا خايف ولا ايه بالظبط؟ لا فرحان، متوتر شويه. لا مفيش توتر ولا حاجه ان شاء الله. هم اللي بيلعبوا في الاهلي زيك برضو ان شاء الله، وايه هتقدم مستوى كويس. كلمنا حضرتك عن شركه كي اوف ساكسز وتوليها ورعايتها للمواهب العربيه على مستوى العرب. والله بسم الله ما شاء الله، صراحه شركه ممتازه جدا وعندها مصداقيه كبيره بصراحه. اول شركه واول فعاليه بصراحه بشارك فيها بالمصداقيه هذه ولمسات جميله. بنشوف لمسات جميله يعني بصراحه. ليهم 6 شهور الناس بيجهزوا والناس بيختبروا. نعم اكثر من 6 شهور، وبصراحه الناس بتختبر يعني فعلا فعاليات كبيره جدا، اول مره نشاهدها على مستوى جمهوريه مصر. ان شاء الله يجعلها خطوات مباركه باذن الله، ويتم قبوله وترشيحه لمنتخب الشركه باذن الله. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا ليك يا كابتن. شكرا. معنا واحد من المواهب العربية والمصرية والمشاركين معنا في بطولة مواهب العرب. نتعرف بيه وبوالده. نتعرف بيك يا فندم. المستشار فرج محمود، والد الكابتن محمد فرج. اهلا وسهلا بيك كابتن. نتعرف بيك. محمد فرج محمود. احنا خلاص عرفنا اسمك بقى واسم والدك. مواليد كام يا كابتن محمد؟ انا 2011. 2011. كلمنا عن مشاركتك في مواهب العرب، وتم اكتشافك وتم ترشيحك لتمثيل الشركة في أكبر المحافل، بما فيهم النهارده مباراتكم مع النادي الأهلي. ان شاء الله يعني نكسب يعني نطلع من النادي الاهلي ببطوله ان شاء الله. ان شاء الله يعني داخل النادي الاهلي تخطف البطوله. انت جريء قوي يا عم. كلمونا حضرتك عن مشاركتكم في بطوله مواهب العرب وشركه كي اوف ساكسز. والله هي شركه الحمد لله يعني مصداقيه عاليه جدا، والمستشار عيد البحيري حد بسم الله ما شاء الله عليه، ثقة ومحترم وفوق فوق الوصف يعني. مهما اتكلمت عن المستشار عيد البحيري مش هوفيه حقه، وان شاء الله معاه نقدر نحقق حاجة كويسة جدا ان شاء الله باذن الله. نضم صوتنا لصوتك بالشكر للكابتن عيد او المستشار عيد والثناء الحسن عليه. كابتن بقى قول لي على شعورك قبل دخولك المباراة قدام النادي الاهلي. فرحان جدا يعني، مش قادر كتر الفرحة مش قادر اوصفها. لا ان شاء الله باذن الله الفرحة دي تتم على خير، وتخش تخطفوا لنا البطولة من جوه زي ما انت قلت، ونشوفكم على منصات التتويج. شكرا ليك يا كابتن. شكرا لحضرتك. شكرا. ما زلنا مستمرين في التغطية الإعلامية الحصرية لبطولة مواهب العرب والاستعداد الكامل ليها، ومعانا واحد من أولياء الأمور نتعرف بيه. نتعرف بحضرتك. أحمد علي عبد الرحمن. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. والد علي أحمد علي وإياد أحمد علي. ربنا يخليك. كابتن نتعرف بيك. علي احمد علي. مواليد كام يا كابتن علي؟ 2012. 2012. كابتن نتعرف بيك. اياد احمد علي. كابتن إياد مواليد كام؟ 2005. كنت إخوات بقى إياد صح؟ إخوات من زمان ولا إخوات من قريب؟ من قريب. كلمنا عن شعورك في مشاركتك النهارده في بطولة مواهب العرب، وهتلعب قدام النادي الأهلي. كويس وان شاء الله نكسب. ان شاء الله باذن الله تكسب. كابتن كلمنا عن شعورك وبدايه الفعاليات الجميله ديت. حاسس ان احنا هنكسبوا عدد كبير وهناخد البطوله كمان نكسب عدد كبير كمان. ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. من ابناء النادي الاهلي والله في اكاديميه الاهلي وكان في قطاع الناشئين. ان شاء الله يخش النادي الاهلي من اوسع ابوابه باذن الله من خلال مشاركاته معنا في كي اوف ساكسز. كلمنا عن تبني شركه كي اوف ساكسز للمواهب العربيه على مستوى الوطن العربي، وكمان في مصر هنا بيلفوا محافظات كتير. بصراحه هي منظومه محترمه، وبحب اشكر المستشار عيد على المنظومه اللي هو عاملها، وموجود وافر منه ان هو 24 ساعه موجود معانا في الملعب بره الملعب، حتى ما بيسيبش لا كبيره ولا صغيره بيركز في كل تفاصيل. مجرد لو في مشكله ولا حاجه تواصل على التليفون على طول بنلاقيه موجود معانا على طول. فانا حابب اشكره واشكر المدربين اللي معاه واشكر المنظومه كلها ان هم ادوا الفرصه للاولاد ان هم يحتكوا احتكاك جامد زي كده. واحنا كمان بنشكرك على كلامك الطيب ده، ونتمنى لك التوفيق. شكرا ليك يا كابتن، ان شاء الله تفوزوا بقى ان شاء الله. شكرا ليك يا كابتن. ان شاء الله. شكرا.